حبايب دودو، يا أهلا بيكم يا أصحابي في حلقة جديدة من حوادتنا. النهاردة مش يوم عادي في الغابة، النهاردة يوم الأولمبيات الكبير. الغابة كلها مقلوبة، الزينات متعلقة على الشجر والعصافير بتغني، وكل الحيوانات متجمعة عند خط البداية عشان يتفرجوا على أهم حدث في السنة. النهاردة فيه سباق الجري السنوي، والمنافسة المرة دي حامية جدا ومختلفة. على اليمين واقف فهد، أسرع حيوانات الغابة، لابس نضارة شمس وبيعمل حركات استعراضية وعضلاته مشدودة ومغرور جدا بنفسه، شايف إن مفيش حد قده. وعلى الشمال واقفة نعامة طيبة ومجتهدة، عمالة تسخن وتعمل تمارين الإطالة بجدية وهدوء من غير ما تتكلم. فهد بص للنعامة بطرف عينه وضحك باستهزاء وقال بصوت عالي عشان الكل يسمع: يا بنتي، انتي جاية تتعبي نفسك ليه؟ ده أنا فهد، يعني قبل ما انتي ترفعي رجلك من على الأرض هكون أنا خلصت السباق وشربت عصير قصب كمان. روحي روحي بدل ما تحرجي نفسك. النعامة بصت له كده بهدوء، قالت له: العبرة بالنهاية يا فهد، والغرور مقبرة البطل. أنا اتدربت كويس وهعمل اللي عليا، والتوفيق بقى من عند ربنا. فهد قعد يضحك ويقول: ها، اتدربتي؟ أنا مش محتاج تدريب، أنا مولود صاروخ وبكرة تشوفي. وفي اللحظة دي القرد ميمون الحكم وقف في النص ورفع الصفارة والكل كتم نفسه. استعدوا، انطلقوا. فهد انطلق زي الطلقة، ساب وراه سحاب التراب خلت النعامة مش شايفة أي حاجة. فهد كان سابق بمسافة كبيرة جدا، والغابة كلها كانت بتجري من جنبه بسرعة رهيبة. وهو بيجري فهد الشيطان وزه وقال لنفسه: ما أنا كده كده كسبان، بس أنا عايز أدي النعامة دي درس عمرها ما تنساه. عشان بتتحداني أنا هعمل لها فخ يخليها تقع وتتعطل، وأنا أوصل خط النهاية وأقعد أضحك عليها. فهد وقف في نص الطريق فجأة، وبسرعة البرق حفر حفرة عميقة جدا في الأرض وغطاها بورق شجر وقش عشان اللي يجي يجري يدوس عليها ويقع. فهد راح منفض إيده من التراب وقال بضحكة شريرة: هم، كده تمام. يا عيني عليكي يا نعامة لما تقعي في الحفرة دي ورجلك تتلوى. وكمل جري، بس لأنه مغرور قرر إنه يلف من طريق تاني أطول شوية عشان يستعرض يعني قال إيه قدام الجمهور اللي كانوا واقفين على الجبل، ويرجع لنفس النقطة تاني يكمل منها. وهو بيبص للجمهور وبيشاور لهم ويبعت بوسات لهم في الهوا كده، نسي خالص مكان الحفرة اللي هو كان حافرها بإيده. وفجأة وهو باصص ورا وبيضحك، طاخ، فهد وقع في الحفرة وقعد يقول: يا رجلي، الحقوني، الحفرة كانت غويطة. فهد حاول ينط مرة واتنين وتلاتة، لكن التراب كان بيزحلقه ورجله وجعته من الوقعة قوي، ورجله وجعته قوي من الوقعة. قعد فهد يزقر بغضب وحسرة: يا خيبتك يا فهد، وقعت في شر أعمال، هخرج ازاي دلوقتي والنعامة زمانها جاية. بعد دقايق وصلت النعامة وهي بتنهج، بس محافظة على سرعتها وتركيزها. شافت فهد واقع في الحفرة. النعامة وقفت وبصت لخط النهاية، كان فاضل عليها خطوات وتفوز بالكاس. وبصت لفهد وهو مكسور وبيطلب المساعدة بعينيه. فهد نزل راسه في الأرض وهو مكسوف وقال بصوت واطي: أرجوكي ساعديني، أنا اللي حفرت الحفرة دي عشان أوقعك، بس أنا اللي وقعت فيها. النعامة كان ممكن تجري وتسيبه، لكن أخلاقها ما سمحتش ليها بده، ما سمحتش إنها تسيبه في محنة. قالت له: أنا ممكن أكسب بسهولة، بس الفوز بطعم الغدر ملوش لازمة يا فهد. مدت النعامة رقبتها الطويلة القوية للحفرة وقالت له: امسك في رقبتي كويس. قوة كبيرة شدت النعامة فهد وطلعته من الحفرة. فهد كان مذهول ونفض التراب من عليه وهو وشه أحمر ومكسوف. فهد قال لها: انتي سبقتيني يا نعامة، مش في الجري، سبقتيني بأخلاقك، أنا مستحقش أفوز، اتفضلي سباقي انتي وخدي الكاس. ابتسمت النعامة وجريت هي وفهد جنب بعض، بس قبل خط النهاية بخطوة فهد وقف
وخلى النعامة هي اللي تعدي الأول وتكسب. الجمهور كله سقف، وسقف كمان لفهد عشان اعترف بغلطه وصلح اللي عمله. القرد ميمون لبس النعامة الميدالية الذهبية، وفهد راح سلم عليها وقال لها: أنا اتعلمت النهاردة درس أهم من الكاس، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، والروح الرياضية يا حبايبي أهم من فوز. ومن يومها بقى فهد والنعامة أصحاب، وبطل فهد غرور، وعرف إن السرعة مش بس في الرجلين، السرعة في فعل الخير ومساعدة الغير. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. يا ريت يا صحابي نلعب بشرف وما نغشش أبدا، ونحب الخير لبعضنا علشان ربنا يكرمنا وينجينا من شر أعمالنا. شكرا يا حبايب دودو، واستنوني في قصة جديدة ومغامرة جديدة. سلام.